لكم شوي عن الطفرتين هدول اللي هي طفرة الوايت هيد الحاملة للباستل وطفرة الكريمينو. طبعا هاي الطفرة هذا ذكر من الحسون وهاي أنثى حسون طفرة. طبعا شايفين سبحان الخالق. هلا الطفرة هاي ايش بحكوا لها؟ هاي وايت هيد باستل حاملة لطفرة الباستل، طفرة الوايت هيد الحاملة لطفرة الباستل. طبعا عشاق الطفرات بيعرفوا عن شو احنا بنحكي، في ناس كثير ممكن اول مره راح يشوفوا هاي الطفرات الحسون الابيض. طبعا هي طفرات جدا جميله ورائعه. خلينا نشوف وجههم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هاي ممكن توصل حقها ل 10,000. هاي ممكن يوصل حق سعر الجوز ل 4000 و 5000 شيكل، وفي منهم طفرات بيوصل سعر الجوز الواحد ل 12,000 شيكل. يعني كم بالدولار؟ الواحد يعني بتقدر تحكي عن تقريبا عن 4000 او 5000 دولار سعر الجوز الواحد. 4000 دولار تقريبا تقريبا 3000 ل 4000 دولار. هلا اكثر بلد بتربيهم اللي هي المغرب ولا الجزائر؟ الجزائر والمغرب والبلاد اللي بنحكي عنها احنا الاجنبيه من عندهم، الاجانب ممكن بربوا منهم كميات. طبعا جديد بفلسطين عندنا مربيين جدا رائعين في تربيه الحسون وانتجوا من هذا الحسون الابيض. طبعا احنا لو قلنا بالغرفه كان فرجتك انواع ثانيه من الحسون المتعدده المختلفه، بس للاسف حظ انه هون ما في الا انواع طفرات معينه يعني من هذا الحسون. سؤال، امتى ببلش انتاج الحسون خاصة طفرات وغير الطفرات؟ تقريبا تقدر تقول من هون لكمان شهر ونص ببلش انتاج حسون الطفرات. طبعا هذا الحسون عشان تكونوا عارفين، في ناس كثير بفكرون انه بتربى شبكونات. هذا الحسون ممكن انه ينتج عادي جدا في القفص ويطلع فراخه بكل سهوله وما بغلب يعني في ترباته. طبعا جدا حلو. طبعا كله محجم. كله محجل ومحكم. طبعا هاي الطيور الموجوده عندك هاي 2022 انتاجها، يعني الطيور لسه خيرها فيها زي ما بيحكوها، لسه ما اشتغلت للموسم. يعني بنجهزها احنا من هلا للموسم اللي يعني كمان شهر بكون الطيور كله جاهز 100%. لطفرة الكريمي طبعا هو ذكر هون. هلا السؤال يا حافظ، انه حجمه انا شايفه اكبر من الحسون العادي. طبعا حسون الطفرات اللي هو الحسون المستورد بيجي حجمه اكبر من الحسون العادي، اضخم بيجي، واللي هي الميزه الجميله جدا فيه بالحجم. ما بيجي حجمه زي الحسون العادي اللي احنا بنعرفه كلنا. هذا بيجي حجمه اضخم مرتين من الحسون العادي. ما شاء الله. حافظ، هلا لو مثل ما بنعرف انه الحسون بخلف بندوق، صح؟ صحيح. اللون الابيض بروح مع الكناري. بتعاطى طبعا، بتقدر تعطيه انتاج كناري، بس الافضل للحسون هاي الطفره بالنسبه لسعره زي ما بنحكي مرتفع شوي، لازم تعطيه لنفس الفصيل تبعه اللي هي انتاج حسون من نفس النوع اللي تطلع انت منها تنتج طفرات ما تنضر في انتاج الحسون. عندي سؤال مثلا، انه كيف بدي اعرف الذكر من الانثى خاصة بالطفرات البيضاء كيف؟ طبعا الحسون الابيض بتميز انه ممكن انك تفصل ذكر من جماله والانتاج. زي ما انتم شايفين الذكر اللي هو اللون على المعتليه واقف، والانتاج اللي هي تحت اللون بيجي اخف. وبالاضافه انك لازم تكون عندك فحص دم للطيور، هاي بيكون افضل بكثير انك تميز الذكر من الانتاج. يعني هي الطفرات البيضاء يا اخوان الافضل انه انت تخرج الذكر من الانثى عن طريق فحص الدم. صحيح، لانه ما بتبين زي الحسون العادي البلدي، ما بتبين نهائيا، لانه طفرة الابيض تختلف كليا عن الطفرة اللي احنا يعني الحسون اللي احنا بنعرفه اللي هو البلدي العادي. الاشهر يا حافظ اللي بيتم التزاوج فيها من اي شهر ببلش موسم الحسون؟ طبعا هو الافضل اشي للحسون الطفرات يبلش التزاوج من شهر 3 لحتى ينتج انتاج ممتاز وما يضيع طولته او يموت فراخه في الاشهر اللي احنا بنعرفها مرة بتيجي متقلبة ما بين برد وما بين الجو العادي اللي هو الحر والجو اللي احنا متعودين عليه. فشهر 3 بكون افضل شهر لتزاوج الحسون الابيض. أنا قبل ما ننهي حلقة الحسون الأبيض، تعالوا أنا لفت انتباهي بالحلقة هاي إنه في عنا طير الكناري الديمورفينج، اللون الأصلي يعني معروف إنه الديمورفينج في منه صبغات وفي منه عادي، تمام؟ أهم إشي دائما بنصلي على النبي بنذكر الله بالفيديو. طبعا زي ما قلنا لكم وعدناكم دائما على أجمل طفرات الحسون، وهاي أكثر حلقة كنت متشوق إلها. راح نروح مع كم من سؤال الأخيرات بهذه الحلقة إن شاء الله. إذا عجبكم نستمر على إشي أفخم من هيك. حافظ،
توعدنا انه يكون في شيء افخم من هيك ان شاء الله؟ طبعا موجود كل انواع الطفرات اللي الناس اغلبيتها ما بتعرفها ومتشوقه لتشوف شو يعني حسون الاصفر او حسون الشيوخ او شو يعني الدقن الكامله او السياله للحسون. فنوعدكم في حلقه جديده خرافيه تكون عن الحسون الابيض والشيوخ والطفرات بجميع انواعها. طبعا تحياتي لكم من مدينه الخليل، تحياتي لاخونا معتز، والى اللقاء. الحلقات اللي كانت مشوقة للصراحة وبسم الله ما شاء الله، يعني أنا ما توقعتش هيك الأسعار ممكن تكون بهي الطفرات، ولا توقعت إني أشوف هيك طفرات. الشاب صديقنا يعني وعدنا إنه يفرجينا طفرة الشيخ والطفرات الثانية، ولكن تشجيعا إلا تحكوا لنا إيش رأيكم بهذا الفيديو. بنحكي تحية مقدسية وين ما كنتوا إلى ما كنتوا من خليل الرحمن، من عند أفخم ما شاء الله طير حسون بكل بلاد فلسطين بالشرق الأوسط. لعندي الجزائر بنوجه تحياتنا لكل مربين الحسون. ان شاء الله استمتعتوا بهذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله.